الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعباد الله، ها نحن في شهر مبارك، شهر تتضاعف فيه الأجور العباد، شهر يضاعف الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين الطيبين الذين وحدوه سبحانه وتعالى سرا وعلانية. في هذه الشهر إخواني وأخواتي هناك أشياء التي يعملها العبد قبل دخوله في رمضان. إن شهر المحرم الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إخواني وأخواتي، قال في آخر هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نظلم أنفسنا أولا وألا نظلم الآخر ثانيا. إخواني وأخواتي، في مثل هذه الشهر المبارك التي تتضاعف فيه الأجور، الأعمال الذي يعملها العباد السابقون الأولون والذين جاءوا من بعدهم، ألا وهي التوبة. إخواني وأخواتي، أن نتوب إلى الله قبل دخول رمضان. يقول المولى سبحانه وتعالى في تنزيله في آية عدة، يقول المولى سبحانه وتعالى كي نتوب إلى الله جميعا، لا يكون التوبة للمؤمنين دون المسلمين أو المنافقين وغير من الآدمي. يقول المولى سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أولا، لأن الله سبحانه وتعالى هو أدرى بعباده. المؤمنون أولا الذين يسرعون الخطى للتوبة لله سبحانه وتعالى. يقول المولى أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة لله خالصة. إخواني وأخواتي، إن معنى التوبة قال العلماء الرجوع إلى الله بالإنابة والندب فيما نحن فيه من الذنوب والمعاصي. لذا قالوا أن المعنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بأي شيء نرجع إليه سبحانه وتعالى؟ بالأعمال الصالحة. إخواني وأخواتي، لأن الله سبحانه وتعالى لما يرجع العبد إليه يقرب بين يديه شيئا ما من أعمال الصالح، هي داب الصالحين، بل قبلهم داب الأنبياء والمرسلين، كانوا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، فيما رواه مسلم قال يا أيها الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى البشرية أو نادى الصحابة الذي معه يا أيها الناس توبوا إلى الله. هذا نداء من الحبيب إلى المؤمنين وإلى الناس جميعا إلى قيام الساعة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه إني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب مع أن معنى كونه تاب الله عليه. إن الله سبحانه وتعالى تاب على المؤمنين والمؤمنات في زمنهم
رغم أنهم تاب الله عليهم يتوبون ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المولى سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أن نتوب إليه. والذين يتبعون الشهوات من أصدقاء السوء وقرناء السوء من الجن والإنس يريدون من العبد المسلم والأمة المسلمة أن تميل ميلا عظيما وتعمل ما يعملون من الفواحش والمعاصي، لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني وأخواتي، أن الله سبحانه وتعالى يدعونا ويريد منا أن نتوب إليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات بدءا من الشيطان إلى إبليس وأوليائه، هم يريدون المؤمنون يدخلوا ويخطوا الخطى وراه. قال المجاهد في قوله تعالى: ويتبعون الشهوات، أي الزنات الذين انتهكوا محارم الله سبحانه وتعالى، يزني هنا وهناك ولا يخاف شيئا. إخواني وأخواتي، إن التوبة واجب على كل مسلم ومسلمة ما دام على قيد الحياة، لا تنفع بعد الموت عند الغرغرة. النبي صلى الله عليه وسلم نادى كما ذكرت لكم آنفا: يا أيها الناس توبوا إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمره. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عدة: هو يتوب أكثر من 70، في هذه الرواية 100 مرة. لذا إخواني وأخواتي، نحن مدعوون إلى أن نتوب إلى الله، خاصة في هذا الشهر المبارك، شهر رجب، من أشهر المحرم الأربع الذي قال فيه سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال عبد الله بن عباس في شأن هذه الأشهر: هذه الشهور تتضاعف أجور العباد وتضاعف عليه المعاصي، تتضاعف عليه. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن نوح عليه السلام: نوح أخبر الله سبحانه وتعالى ما قال لأمته الذين طغوا وعبدوا أصنام. قال لما حكى الله سبحانه وتعالى عن نوح: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام بيد أمته مشركين الطغاة تجاوزوا الحدود، أعملوا من أعمال الخبيثة الشرك ظلم عظيم، مع أنهم بيد أنهم عملوا ما عملوا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن ما قال لهم لأمته: فقلت استغفروا ربكم. يا إلهي، أنا بلغت هؤلاء وقلت لهم استغفروا ربكم. إن الله سبحانه وتعالى بعد الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويأتي المطر ويمدد بالأموال ويزيدهم في أموالهم في أرزاقهم والأنهار والأولاد. ما هذا؟ خافوا أن يفقدوا طواغيتهم وأسروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى كما تعلمون. إخواني وأخواتي، إن في التوبة خاصة في هذا الشهر المبارك هناك فوائد كثيرة كما ذكرت لكم في هذه الآية. من الفائدة أن ننال محبة الله سبحانه وتعالى بإذنه وكرمه. إن الله سبحانه وتعالى يحب من يتوب إليه سبحانه وتعالى. ما الذي نريده إخواني وأخواتي؟ أن الناس من الأولين والآخرين هم يريدوا محبة الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تجلب للعبد محبته سبحانه وتعالى التوبة إلى الله. إذا قال المولى سبحانه وتعالى: يحب التوابين ويحب المتطهرين.
لذا إخواني وأخواتي لو تاب العبد نال رداه إن كانت توبته لله سبحانه وتعالى مخلصا له. ثانيا سعة الرزق للعبد الذي تاب. إخواني وأخواتي نرى هناك في حياتنا ضيق المعاش تأتي سببها المعاصي. ضيق المعاش، هناك عيشة لا يجد الأخ العمل أو لا يبارك الله سبحانه وتعالى فيما يعمله عقابا له لأنه اقترف معاصي. لذلك إخواني وأخواتي قال العلماء من فوائد التوبة إلى الله أولا رداه سبحانه وتعالى، نيل المحبة سبحانه وتعالى. ثانيا سعة الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النور يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ثالثا النجاة والتوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى هلك الأولين الذين طغوا، الذين رفضوا توبته أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعذاب عدة في تاريخ البشرية. رابعا تمسك المجتمع لو دخلت في المعاصي يمزقها الله سبحانه وتعالى كل ممزق، تتشتت إخواني وأخواتي، تخرج من بلادها بسبب ذنوبها، تترك أوطانها وحقها، لأن الله سبحانه وتعالى إن الأرض لله يورث من يشاء. الذين أذنبوا سبحانه وتعالى إن الله قادر أن يبدل أمثالهم. إخواني وأخواتي خامسا تحقيق المعنى العبودية، لأن العبد لما يعبده سبحانه وتعالى يستغفره ويسأله، هذه تتحقق معنى العبودية لأنه تضرع لله سبحانه وتعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الله سبحانه وتعالى وضع شروطا قال فيه وإني لغفار، أي صيغة المبالغة، وإني لغفار لمن تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ضروري العبد يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ينيب إليه لكي ينال توبة المولى سبحانه وتعالى. لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وتاب وآمن بالله سبحانه وتعالى وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم اهتدى إلى الحق وإلى الخير وإلى طريق الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى في تنزيل حاكيا الخليل وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، قال ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن أمتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. هؤلاء الأبرار سيد المرسلين أبو المرسلين قال وابنه معا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هؤلاء الأبطال الذي قال الله فيهم في إبراهيم قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم هذا أمة. ما هذا إخواني وأخواتي بيد أنهما مرسل من ربهما، سألوا توبة الله سبحانه وتعالى، سألوا الله أن يتوب عليهم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم وأبنائه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هؤلاء غادروا الدنيا وتابوا وعملوا وبنوا لله سبحانه وتعالى، غادروا. لذلك الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وإلى آخر هذه الآية. إخواني وأخواتي
إن الله سبحانه وتعالى أمهلنا في هذه الدنيا كي نتوب، وعطانا من نعمه وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعمة التي نملكها من الله سبحانه وتعالى، لا يريد الله سبحانه وتعالى أن نعصي بالنعمة التي أنعم الله علينا. لذلك إخواني وأخواتي أن نتوب إليه ما دمنا آدميا، نتوب ونخطأ. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده. إن الله سبحانه وتعالى باب التوبة المفتوح إخواني وأخواتي ليس بيد الأنبياء ولا الملائكة ولا الشيوخ، التوبة توفيق من الله سبحانه وتعالى أن ترجع إليه. لذلك إخواني وأخواتي إن الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده ليتوب من أظلم في الليل في النهار أثناء النهار، لأنه 24 ساعة مفتوح التوبة ما لم يغرغر. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله سبحانه وتعالى أعطانا الفرص كي نتوب فيه ونعمل صالحا، لأن التوبة بيدك أولا والقبول بيد الله سبحانه وتعالى. الرجوع من عندنا والقبول من عند رب العزة والجلال. 24 ساعة لك الفرصة أن تتوب فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة إن لم تتوب. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التوبة يقول شيئا كثيرا. قال أنس: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن ابن آدم ليس هناك معصوم. نحن لا نتعامل مع الناس كأنه ملائكة. ابن آدم يخطأ، أن ننصح ربما نخطأ، ربما يخطأ الشيخ العالم وغيرهم من البشر يخطئون، لأن الله سبحانه وتعالى أمم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن الله سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلم كلمة توحيد. قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إن الله سبحانه وتعالى إخواني لم يترك أنبياء إلا أمر بالتوبة، لم يترك الصديقين إلا أمرهم بالتوبة، لم يترك المؤمنين والمسلمين بل البشرية جمعاء إلى قيام الساعة أمرهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويرجوا كي ينالوا محبته سبحانه وتعالى. لذا إخواني وأخواتي إن الله سبحانه وتعالى أمدنا كلنا بالنعم كثيرة. من هذه النعم إخواني وأخواتي أن نتوب إليه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، كما ذكرت لكم آنفا ما زلنا نحن في أشهر المباركة، شهر الله المحرم الرجب التي تتداعى فيه الأجور. إخواني وأخواتي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بلين كي نجيني خيس جرخون جاء رجبي علماء تنجي خان خيس بلين كي خيري دلقول لي هدو أججنا مخان ما يفجنا ربي توتو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. جيني ربي أمتي خد علماء جي ربي كي سبحانه وتعالى منها 4 حرم باتين أفر باتي خبجا قبض دلنا باسكجي جاء خان خيسو دلي 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 دچاس ديبيتي يو خيري دلي دلي دچا ديبيتي جي
تناف جيا خنا خيسا مال دلقا قبرش بلين كين نهون دنو مسكينة ندلوي ورد لي رجل بلين كين جيا خنا خيسا بديد ليدي ويلك ما بجنان دلين دچنا مدي بتو بلين كين تنا بلين كين علماء تين جيا خيسا وجيا كنا خنا مالها قرو جان قبرشي غرا ربي ها توبة أوسو جيني رمضان ندف نمن خينا ما رمضان توبة